السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد. في فيديو النهارده ان شاء الله نشرح الدرس الثاني في الوحدة الأولى في الجغرافيا. يا ريت بس قبل ما نبدأ شرح الدرس تنزل تعمل لنا لايك وشير واشتراك في القناة ونبدأ شرح الدرس. عندنا الدرس الثاني في الجغرافيا جاي بعنوان الرعي والثروة الحيوانية والسمكية في العالم. في الدرس بتاع النهارده لازم نعرف ان النشاط الرعوي اللي هو تربية الحيوانات بيرتبط بمناطق الحشائش اللي موجودة في العالم. وعندنا الحشائش نوعين، في حشائش قصيرة ودي بنسميها حشائش الستيبس، وفي حشائش طويلة ودي بنسميها حشائش السافانا. دي حاجة في الأول كده تعرف ان النشاط الرعوي اللي هو تربية الحيوانات بيبقى مرتبط بمناطق الحشائش اللي موجودة في العالم. والحشائش دي في منها حشائش قصيرة اللي هي الستيبس وحشائش طويلة اللي هي السافانا. طب الرعي عندنا نوعين، في رعي اسمه رعي بدائي او تقليدي، وفي رعي اسمه الرعي تجاري. نبدا الاول بالرعي البدائي او التقليدي. بيقول لك بقى ان الرعي البدائي او التقليدي ده بيمارسه غالبا سكان المناطق الصحراويه. يعني الرعي البدائي او التقليدي ده بيمارس في المناطق الصحراويه على مساحات واسعه قارات العالم. زي ايه؟ والله زي في الصحاري الحاره في رعي بدائي، وفي الصحاري المعتدله في رعي بدائي، وفي الصحاري البارده اللي هي التندرا في رعي بدائي. طب رعي بدائي في الصحاري الحاره، والله في الصحاري الحاره في شبه الجزيره العربيه وبلديه الشام في اسيا، وموجود في شمال افريقيا اللي هي الصحراء الكبرى. طب الصحاري المعتدله، والله الصحاري المعتدله في دول وسط اسيا. طب صحاري التندرا البارده موجوده في اسيا واوروبا. في صحاري التندرا ده بيرعى حيوان، بيبقى موجود فيها حيوان اسمه حيوان الرنة. يبقى الرعي البدائي، قلنا الرعي البدائي ده بيمارسه غالبا سكان المناطق الصحراويه مساحات واسعه في قارات العالم. وقلنا ادينا امثله في الصحاري الحاره والمعتدله والتندرا اللي هي البارده. قلنا في الصحاري الحاره في شبه الجزيره العربيه وبلديه الشام باسيا، وموجود في شمال افريقيا. ده الصحاري الحاره. الصحاري المعتدله في دول وسط اسيا. صحاري التندرا البارده في اسيا واوروبا. خد عندي كمان دي من عندي شمال اسيا وشمال اوروبا. طب ده الرعي البدائي. في نوع تاني اللي هو الرعي التجاري. الرعي التجاري ده بقى ايه؟ قال لك الرعي التجاري ده بيعتمد على كل الاساليب العلميه الحديثه لانتاج اللحوم او الالبان، حيث ان هو بيرعى كل نوع من الحيوانات في مزارع خاصه، كل نوع من الحيوان في مزارع لوحده، ما بيحصلش اختلاط بالحيوانات مش زي الرعي البدائي. لا، ده كل نوع من الحيوانات مزرعه لوحده ويستخدموا عليه اساليب علميه وحديثه. بيقول لك ان الرعي التجاري ده بيمارس في مناطق حشائش السافانا والستيبس بقارات العالم. وموجود فين؟ موجود في الولايات المتحده الامريكيه، امريكا الشماليه، في مناطق حشائش القصيره اللي هي ايه؟ الستيبس، وليها اسم تاني بتعرف باسم البراري. وموجود برضو في امريكا الجنوبيه في الارجنتين، وموجود في استراليا. يبقى الرعي التجاري، والله الرعي التجاري ده هو ده الرعي اللي بيعتمد على كل الاساليب العلميه الحديثه لانتاج بقى سواء اللحوم او الالبان، وبنرعى فيه كل نوع من الحيوان لوحده في مزارع خاصه لوحده، مفيش اختلاط حيوانات اخرى. وبيقول لك ان الرعي التجاري ده بيمارس في مناطق حشائش الستيبس والسافانا بقارات العالم. وادينا امثله، قلنا والله موجود في الولايات المتحده الامريكيه في امريكا الشماليه في مناطق حشائش القصيره اللي هي الستيبس وتعرف ايضا بالبراري، وموجود في الارجنتين في امريكا الجنوبيه، وموجود كمان في استراليا. بس بقى مع مرور الوقت بدا قائمين او اللي شغالين في حرفه الرعي البدائي ده يقلوا في شبه الجزيره العربيه وبلديه الشام. طب ليه يا سيدي بيقلوا بسبب توطين البدو لتدفق البترول. يعني ايه؟ يعني دلوقتي البدو بدأوا يتوطنوا ولقوا بترول، فده غناهم عن الرعي. مثال، انت دلوقتي دول الخليج من 100 سنه شوف دول الخليج كنت تلاقي كام خيمه وكم واحد معاه كام جمل وخلاص. ده مثال بعيد يعني عن المنهج، حاجه كده عشان تفهم. دلوقتي شوف دول الخليج عامله ازاي، شوف الابراج وشوف برج خليفه اللي في الامارات وقطر اللي نظمت كاس العالم والحاجات دي. هم لقوا حاجه غنتهم عن كل اللي كانوا بيعملوه قديم. بقى لقوا البترول فغناهم عن الرعي اللي هم كانوا شغالين بيه، الرعي البدائي ده. يبقى كل عدد القائمين في حرفه الرعي البدائي في شبه الجزيره العربيه وبلديه الشام ليه؟ بما تفسر ترد وتقول بسبب توطين البدو لتدفق البترول. وبرضه مع مرور الوقت عدد اللي شغالين في الرعي البدائي يقل في دول وسط اسيا. طب ليه هنا كمان قالوا؟ اقول لك قالوا بسبب انتشار التعليم بين الناس، بين القبائل. الناس اتعلموا وبداوا يتجهوا لحرف تانية يغيروا نشاطاتهم. بداوا الناس تتجه للعمل بالصناعه او الزراعه او الخدمات وتركوا حرفه الرعي. يبقى بما تفسر كل عدد القائمين على حرفه الرعي البدائي في دول وسط اسيا بسبب انتشار التعليم بين القبائل وتغير نشاطهم للعمل بالصناعه او الزراعه او الخدمات. طب هنتكلم بقى عن الموارد الحيوانيه في العالم. والموارد الحيوانيه في العالم اللي هم حيوانات، دواجن، اسماك. ونبدا باول حاجه هي الثروه الحيوانيه. حيوانات، بيقول لك بقى ان الثروه الحيوانيه دي هي المصدر الرئيسي لانتاج اللحوم
والالبان، وبرضه جنبهم الجلود والصوف. وهو ده الطبيعي، وانت اللحوم جايه منين والالبان جايه منين؟ ما هي الثروه الحيوانيه هي المصدر الرئيسي لانتاج ده كله، سواء لحوم، البان، جلود، صوف. طب ادينا بقى امثله. والله هكلمك على حاجتين من اهم انواع الثروه الحيوانيه اللي هم ايه؟ الابقار والاغنام. نتكلم الاول على الابقار. اهميه الابقار، والله الابقار ده مصدر رئيسي لانتاج اللحوم الحمراء لغالبيه سكان العالم، لمعظم سكان العالم، وده كمان بتخش بنسبه كبيره في التجاره الدوليه. يبقى الابقار والله ده المصدر الرئيسي لانتاج اللحوم الحمراء لمعظم او غالبيه سكان العالم، وكمان بتخش بنسبه كبيره في التجاره الدوليه. طب اهم القارات والدول المنتجه، والله اولى القارات انتاجا للابقار هي قاره اسيا، ومن اهم دولها الهند. يجي بعدها على طول في القارات قاره امريكا الجنوبيه. بقول لك قارات، قاره اسيا، تاني القارات انتاجا او عندهم ابقار امريكا الجنوبيه. طب نتكلم عن الاغنام. والله الاغنام الناس بتربيها عشان لحومها واصوافها، وبيقول لك كمان انها بترتبط تربيتها بمناطق الرعي التجاري الواسع. يبقى الاغنام، والله الاغنام تربى من اجل لحومها واصوافها، وترتبط تربيتها بمناطق الرعي التجاري الواسع. طب نتكلم على اولى الدول المنتجه. والله اولى الدول اللي فيها اغنام هي الصين، بيجي بعدها في الترتيب الهند، بعدها على طول استراليا. ليه الدول دي فيها اغنام كتيره؟ اقول لك بسبب توفر الحشائش، عندهم حشائش موفره ان يبقى فيه اغنام كتيره. يبقى اولى الدول الصين، بعدها الهند، بعدها استراليا. وفي طبعا حيوانات تانية في الثروه الحيوانيه زي الجاموس والابل والماعز والخنازير، بس اتكلمنا بالتفصيل عن الابقار والاغنام. طب عايزين نتكلم بقى عن الانتاج الحيواني، المنتجات الحيوانيه، الحاجات اللي احنا بنطلعها بقى من الحيوانات، الحاجات اللي احنا بنطلعها سواء من الابقار او الاغنام او كده. نتكلم على اول حاجه هي الرئيسيه، اللحوم الحمراء واهميه اللحوم الحمراء. والله اللحوم الحمراء دي المنتج الحيواني الرئيسي. والله اي حاجه سواء جاموس، بقر، ابل، انت بتذبح اول حاجه بص عليها ايه؟ اللحمه بتاعتها. يبقى اللحوم الحمراء هي المنتج الحيواني الرئيسي. طب اهم الدول بقى المنتجه للحوم الحمراء، والله اولى الدول منتجه للحوم الحمراء في العالم هي الصين، وبيقول لك ان معظم انتاج الصين من لحوم الخنازير. بقول الدول الصين، بيجي بعدها على طول رقم 2 الولايات المتحده الامريكيه. يبقى اهم الدول المنتجه للحمه الحمراء رقم 1 الصين، واللي عرفنا ان معظم انتاجها من الخنازير. رقم 2 الولايات المتحده الامريكيه. طب تاني حاجه في المنتجات الحيوانيه هي الالبان، وكنا قلنا اللحوم الحمراء هي المنتج الحيواني الرئيسي، يبقى الالبان هي تاني منتج حيواني رئيسي بعد طبعا اللحوم الحمراء. طب اهم الدول المنتجه للالبان، والله اهم الدول المنتجه للالبان رقم 1 الهند، بيجي بعدها نفس رقم 2 في اللحوم الحمراء الولايات المتحده الامريكيه. تالت حاجه في المنتجات الحيوانيه هي الاصواف. والله وصوف الغنم اهميته، والله وصوف الغنم ده هو ماده خام لصناعه نسيج الصوف، مش محتاجه. طب اهم الدول المنتجه، اهم الدول المنتجه استراليا. تيجي تقول لي يا مستر هي مش اهم الدول اللي اكتر الدول اللي عندها اغنام الصين؟ مش المفروض تبقى هي اهم الدول المنتجه واولى الدول المنتجه؟ اقول لك لا، استراليا عندها اغنام اسمها اغنام المارينو. الاغنام دي مشهوره بغزاره الصوف بتاعها، عندها صوف كتير، فده اللي بيخلي استراليا رقم 1 في انتاج الاصواف. يبقى الاصواف رقم 1 استراليا، رقم 2 الصين. وفي حاجات طبعا منتجات حيوانيه برضو زي الجلود. ده كله بنتكلم ايه في المنتجات الحيوانيه. وقلنا اللحوم الحمراء، وهنعرف ان اللحوم الحمراء بيدخل حوالي 8% من الانتاج العالمي من اللحوم الحمراء في التجاره الدوليه، ومع الوقت بيزيد معدل الاستهلاك العالمي للحوم الحمراء. ترد تقول لي طب ليه يا مستر بيزيد؟ اقول لك بحاجه بسيطه، بسبب ارتفاع مستوى المعيشه كتير من الدول. ازاي؟ اديك مثال، انت عندك دولة فيها مثلا 50 مليون فرد، 10 مليون فرد بياكلوا لحم، فهم بيقول لك احنا عايزين نوفر 100,000 راس جاموس مثلا. بعدها بسنة ال10 مليون لا، في ناس ارتفع مستوى معيشتهم، بدل 10 مليون بقوا 15 مليون عايزين ياكلوا لحم، او بقى مستوى معيشتهم يسمح لهم ان هم ياكلوا لحم كتير. فال15 مليون فهم هل هيذبحوا نفس ال100,000 راس اللي هم بيعملوها كل مره؟ لا، يبقوا عايزين يزودوا عشان الزياده اللي حصلت بسبب ارتفاع مستوى معيشه بعض الناس. هي كده، يبقى زاد المعدل الاستهلاك العالمي للحوم الحمراء بما تفسر بسبب ارتفاع مستوى المعيشه في كثير من دول العالم. وهنعرف ان مصر بتنتج حوالي 6 مليون طن سنويا من الالبان، ولكن برغم الانتاج ده كله ما بيكفيش سكان مصر. ليه ما بيكفيش؟ والله ما بيكفيش بسبب الزياده السكانيه. كل ما السكان عددهم بيزيد معاهم الاستهلاك. يبقى مصر بتنتج حوالي 6 مليون طن سنويا
من الألبان، ولكن إنتاجها لا يكفي السكان. ليه؟ بما تفسر بسبب زيادة السكان وزيادة الاستهلاك. طب تاني حاجة نتكلم عليها وهي الدواجن. والله الدواجن دي أهميتها، والله الدواجن الغلبانة بتساهم باللي تقدر عليه منتجاتها سواء من لحوم أو بيض بأنها تسد حاجة سكان العالم طبعا من الغذاء. طب أهم الدول المنتجة، والله أهم الدول المنتجة للدواجن، الدولة رقم 1 إنتاجا للدواجن هي الولايات المتحدة الأمريكية، بيجي بعدها على طول رقم 2 الصين. يبقى أهم الدول المنتجة رقم 1 الولايات المتحدة الأمريكية، رقم 2 الصين. دي إيه؟ دي الدواجن. طب نخش بعد كده على الأسماك. ده الأسماك بتعتبر غذاء رئيسي لعدد كبير من السكان، خصوصا سكان المناطق الساحلية، سكان المناطق اللي موجودين في المناطق الساحلية اللي موجودة على البحار أو المحيطات. أديك مثال، اسكندرية، تيجي تروح اسكندرية تلاقي كل عمال يقول لك عايز تاكل سمك بقى يبقى اسكندرية. تروح اسكندرية ما تلاقيش حد بيقول لك عايز تاكل لحمة تروح تاكل، لا بيقول لك عايز تاكل أكلة سمك 100 روح مش عارف فين في اسكندرية، ده بيعمل أكل السمك في اسكندرية. تلاقي اسكندرية مشهورة بالسمك. ليه؟ دولة ساحلية بتطل على البحر على طول، عشان كده السمك بيعتبر غذاء رئيسي لكتير من سكان العالم، خصوصا اللي عايشين على المناطق الساحلية، المناطق اللي بتطل على البحار أو المحيطات. ومع مرور الوقت حرفة الصيد تطورت، وكمان تطور معاها تربية الأسماك. طب ليه بقى؟ ايه العوامل اللي ساعدت على تطور حرفة الصيد وتربية الأسماك؟ والله احنا بنقسمهم عوامل طبيعية وعوامل بشرية. نبدأ بالعوامل الطبيعية. أول حاجة في العوامل الطبيعية بيقول لك ضحالة المياه الساحلية. ضحالة دي يعني عميقة؟ لا العكس، ضحالة دي يعني غير عميقة، مش عميقة قوي. يبقى أول حاجة ضحالة المياه الساحلية وغناها بالموارد، يعني المية مش عميقة ومليانة مواد غذائية. رقم 2 التقاء التيارات البحرية الدافئة مع البرد. تقول لي ده طب ده يعني ايه؟ اقول لك التقاء التيارات البحرية الدافئة مع الباردة ده بيحرك الغذاء السمكي من القاع لحد السطح، فالأسماك بتتجمع في السطح عشان تتغذى عليه، فده بيساعد على الصيد ان هم يصطادوا السمك ده او ياخدوه يربوه. يبقى ده تاني عامل طبيعي، التقاء التيارات البحرية الدافئة مع البرد. رقم 3 من العوامل الطبيعية هي توفر الموانئ لرسم سفن الصيد. يبقى في موانئ طبيعية كتير ان السفن الصيد دي ترسو فيها، تقف فيها يعني. ده كله بنتكلم في ايه؟ ده كله بنتكلم في العوامل اللي ساعدت على تطور حرفة الصيد، وقلنا في عوامل طبيعية وعوامل بشرية. دلوقتي اتكلمنا عن العوامل الطبيعية. طب ايه بقى يا سيدي العوامل البشرية؟ اقول لك العوامل البشرية رقم 1 توفر الخبرات الفنية والعلمية، سواء بقى صناعة المراكب او ادوات الصيد او الثلاجات. يبقى عندنا ناس عندهم الخبرة، يبقى في ناس فاهمين، في ناس يقدروا يصنعوا مراكب وادوات صيد. فتوفر الخبرات الفنية والعلمية بيساعد على تطور حرفة الصيد وتربية الاسماك. رقم 2 التوسع في تربية الاسماك على اسس علمية حديثة. دي ايه؟ دي العوامل البشرية. يبقى العوامل اللي تساعد على تطور حرفة الصيد وتربية الاسماك عرفنا فيها عوامل طبيعية وعوامل بشرية. ومع توفر العوامل الطبيعية والبشرية دي طورت حرفة الصيد مصايد أسماك منتشرة على سواحل قارات كتير. زي إيه؟ والله زي سواحل شمال غرب أوروبا، وعندك سواحل أمريكا الشمالية وسواحل أمريكا الجنوبية وسواحل شرق وجنوب شرق آسيا. طب مصادر الإنتاج العالمي بقى من الأسماك. مصادر الإنتاج العالمي لازم أن تكون عارف إن نص الإنتاج العالمي من الأسماك بيجي من المياه المالحة، من البحار والمحيطات. يبقى نص الانتاج العالمي للاسماك من المياه المالحه اللي هي البحار والمحيطات، وثلث الانتاج العالمي، تلت الانتاج العالمي بيجي من مزارع تربيه السمك اللي موجوده في دول كتير. اما بقى باقي الانتاج، فباقي الانتاج يا سيدي بيجي من اسماك المياه العذبه، اسماك الانهار والبحيرات العذبه. طب اهم الدول المنتجه، اهم الدول المنتجه للاسماك، الدوله رقم 1 في انتاج الاسماك هي الصين، حيث ان الصين بتنتج اكتر من تلت الانتاج العالمي. تقول لي ليه؟ اقول لك لان الصين متوفر فيها مصائد كتير موجودة على المحيط الهادي وعلى الانهار والبحيرات، وكمان فيها مزارع تربية سمك كتير. يبقى اولى الدول انتاجا للاسماك، والله اولى الدول انتاجا للاسماك للصين، وبتنتج اكتر من تلت الانتاج العالمي. طب ليه؟ بما تفسر، والله بسبب توافر مصائدها على المحيط الهادي والانهار والبحيرات. 2 مزارع تربية الاسماك. تالت دول بقى في انتاج السمك هي دولة اندونيسيا. تالت دولة الولايات المتحدة الامريكية. يبقى الصين 1، اندونيسيا 2، الولايات المتحدة الامريكية 3. وهنلاقي ان اندونيسيا والولايات المتحدة بيجوا بعد الصين، وده بيرجع لطول السواحل على البحار والمحيطات، وكمان تقدم وسائل الصيد عندهم. طب في دول مشهورة بقى بتصدير الاسماك. ايه الدول دي؟ ده والله من اهم الدول مصدرة للاسماك الصين، النرويج وتايلاند. ايه
الصين، النرويج، وتايلاند. ده كمان في انواع تانية من الاحياء البحريه جنب السمك بتخش كغذاء للانسان. زي ايه يا مستر؟ ادينا مثال. اقول لك والله زي القشريات مثلا الجمبري، وفي الرخويات زي الصبيط، وفي الحيتان دي بتعيش في المحيطات وبيتم صيدها عن طريق مراكب صيد كبير للاستفاده من لحومها وشحومها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الدرس باذن الله. درس خفيف وسهل، يا ريت تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. كان معاكم مستر احمد جمعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.